يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم بدي اعمل صينية كبة بالفرن ومحشية، وخلينا نشوف مكوناتنا لهالوصفة شو هي. قبل كل شي عندي اللحمة الهبرة، وعندي البرغل الاسمر الناعم، ما حطيت ابيض هالمرة، وهون عندي بصلة كبيرة كمان بدي احطها بالعجينة. وحضرت انا اللحمة والبصل من دون ما احط اي شي معهم، بس ما اطول عليكم حضرت البصل واللحمة. وهلا كمان بدي ارجع اخلط فيهم توابل. من التوابل اللي عندي اياها المكون الاساسي هو الملح، عندي هون فلفل اسود، بابريكا، نعناع، رشة حار، ومردكوش، لا حبق، وسبع بهارات ومردكوش. هيدي المكونات يلي هلا انا بدي احطها بالعجينة وبالحشوة. كمان عندي دبس الرمان، بدي احط دبس الرمان، اللي بده بيحط سماق، وزيت الزيتون، زيت الزيتون، وبحط لها قطعة زبدة على الوجه كمان، بتعطيها نكهة كتير طيبة ان شاء الله ما انساها. بس هلا شو بدي اعمل؟ بدي اغسل البرغل. بغسله كيف انا بغسل البرغل؟ ببرمه هيك وبشيلهم، يعني ما بحط مي وبكتهم هيك، لا، لانه يمكن يكون فيهم شي، يمكن يكون في غبرة برملة شغلة، لا بغسلهم، ببرم البرغل، ببرم البرغل هيك وبشيلهم من المي. هلا ما طول عليكم، رح اغسلهم انا وغسلتهم قبل هالمرة معكم. واللحمة بدي اطحنها، والبصلة بدي اطحنها، وبدي اغلي اللوز تشيل القشر عنه. هون عندي هودي التوابل، هلا بخلطهم، وباخد نصهم للعجينة ونصهم للحشوة. هيدي الحشوة هلا باخد نصهم. فينا نحط ورقيات، بس الورقيات بتصير هيك بتبين بالعجينة، وكمان ما أنا متسهلة، يعني أنا عندي بس عندي النعناع الأخضر برا، ما في حبق جديد، بس في مردكوش. يلا مشي الحال، هلا حطيتهم والحبق منه البرد بيموت. هلا رح اغسل البرغل وارجع اطحن لحمة تما زفر ايدي. هلا رح فرجيكم شوي كيف بغسل البرغل هيك. اذا في شي بقلبه بيهدى بالنص وبحطهم بالمصفية، ما بنقعهم نقع، لا. هلا في ناس بينقعوه بمية السخنة، بس انا ما هي طريقتي. هلا رح كمل وارجع لكم. هلا هون حطيت لوز صنوبري مع الحشوة، ورجعت حطيت شوية نعناع أخضر وشوية مردكوش، غير التوابل الناشفة اللي أنا حطيتها. بس بالعجينة ما رح نحط ورقيات مشان ما تبين، بحط التوابل الناشفة مطحونة يعني. هلا شو بدي أعمل؟ بدي أطحن البرغل أول دور، وارجع اطحنه مع اللحمة دور تاني والبصلة، بس ما رح نزعجكم بالصوت. من بعد ما طحنته بدي ارجع ادعكم تتجانس معهم ملعقة النشا. انا بحط ملعقة نشا بتعطي تماسك للعجينة. وهودي التوابل هلا النص اللي اخدته، وهذا النص التاني. هلا برجع بدعكم وبشوف ملحهم، وبتركهم تحت يرتاحوا شوي وتتجانس المكونات كلها مع بعضها. هلا بدي بلش مد الصينية. هون عندي الحشوة، بعد بدي احط لها دبس رمان ودوق ملحة. بسم الله. الحامض حسب ما انتم بتحبوا حامضة ظاهر قليل، في ناس ما بيحطوا كمان. ندوق الملح والحامض. بدي رشة ملح،
هلا بنمد العجينة. هون عندي صينية حطيت فيها شوية زيت زيتون، هلا بدهنها بالفرشاية. فينا بعد نحط وهلا بنمد العجينة أول طبقة وتاني طبقة. هون بدي ادهن الكيس شوية زيت لما تلزق، بعملهم بهالطريقة. هلا بحط أول طبقة وبمدها. بسم الله بسم الله. هلا بمدها وبرجع لكم. فينا نعملها قطع قطع ونحطها ونلزقهم ببعضهم، بس هيك تطلع على فرد مستوى. بناخد قياس الصينية من فوق الكيس، ناخد قياس الصينية تمام على القلب. هلا بقلبها بقلب الصينية. وبساويها. شايفين طلعت على القد وبتطلع نفس السمك، ما بيطلع محل سميك ومحل رقيق. هلا بحط الحشوة. فينا نحط بيضة مع الحشوة تمام تتفكفك، بس أنا ما بحب حطها. بسم الله. ما بخلي على الأطراف يجي شيء، عفوا تمام، تعذبني بالتلزيق. بخلي شوي مسافة شي سنت. هلا بسرق تاني طبقة، كبسها شوي تمام، عوم ايدي. هلا برجع على تاني طبقة كمان، بحط نقطة زيت عشان دغري تقلب ما تلزق. شايفين كيف بعملها؟ هيك اهين علي بقى احط كل قطعة قطعتها، هيك بمدها دغري. بسم الله. كمان بمدها وبرجع لكم. شوفوا لي الحشوة كيف انا خليتها شوي بعيدة عن الطرف وكبستها لحتى لي تلزق شوي بالعجينة. وهلا باخذ تاني قطعة. بسم الله. شفنا كيف. هلا رح سويها
وقطعها قدام. هلا شو بدي اعمل؟ هون طحنت انا شوية لحمة غنم، بدي مدها على الوجه، بشمعها بلحمة الغنم، بتعطي نكهة كتير طيبة. خلصها وبرجع لكم. هلا بدي اقطعها. اول شي بقطعها من النص 4 قطع، ما بنزل السكين لتحت. وبرجع الربع كمان هلا هون كل ربع كمان بدي ارجع اقطعه واعملها مثل الزهرة وقطعة البقلاوة. هلا انا ببرمها على الميلة التانية بهالطريقة. شايفين كيف؟ كل قطعة بتلاقي التانية. شفتوا؟ هلا رح كمل لما اطول عليكم وارجع لكم. هلا من بعد ما قطعتها وزينتها باللوز بدي احط لها زيت، وهون حطيت لها ثقب بالنص تا ما ترفخ عندي. هلا رح احط لها زيت الزيتون، بس تحمى بسيح عليها قطعة زبدة. وهذا الزيت اذا لقيناه كتير بعدين بنميلها وبنشيل الزيت عنها، بس لما تطلع قاسية وتطلع محمصة بنكتر لها شوي زيتاتها. شايفين كيف قطعتها بهالشكل؟ هلا حدخلها على الفرن محمى من فوق ومن اسفل. يا حبيبي خلصت صينيتنا. كيف بنعرف انها استويت؟ هون الاطراف عندنا بتحمر وبتضب شوي، يعني بنحسها تروح بتجي بالصينية. ان شاء الله بتجربوا هالوصفة، وصحة وهنا على قلبكم. واكيد الزيتات منيح مثل ما قلنا، اذا الزيت لقيناه كتير بنميل الصينية وبنشيله، بس طلعوا كتير منيح. الى اللقاء.